هو انت مستوعب ان هو ساب مراته علشان يبقى هو نفسه مراته؟ السلام عليكم، انا حماده، وفيديو النهارده عن صديق اليوتيوبر الكبير مستر بيست كريس تايسون. هنحكي قصه تحوله البسكليتة ولغايه ما بقى بنت، وكيف ممكن يكون هو سبب وجوع مستر بيست. في نص عام 2022 الفانز بتوع كريس بدأوا يلاحظوا ان كريس بيتغير بعد ما بدأ يلمح في فيديوهاته، لغايه ما نزل تغريده فيها صوره ايده وهو حاطط مانيكير وكاتب اخيرا عملت ضوافري، وبعدها تغريده تانية بيقارن فيها شكله من ساعه ابجاعها في 2022 والوقت الحالي، اللي هو انا اصلا مش ملاحظ اي فرق، بس حلق دجنه وطول شعره، بس مش مهم يلا نكمل. ونشر تغريده تالتة بيقول فيها كان لازم اثبت نفسي، وان صورة الباسبورت ما بقتش شبهه، وان لازم يحدث الباسبورت بتاعه. واحد رد عليه بيقول له صغرت في السن كمجاملة يعني وكده، فرد عليه كريس بانه هو لسه بادئ ياخد صحته النفسية بجدية وبيهتم باكله بس. وبعدها نشر تغريدة تاني نشر فيها صورة لضوافره وكاتب عليها انا الوقت عندي اسلحة معايا دائما وجاهز لاي هجوم، موضح بالتغريدة دي للجمهور انه بقى لا مؤاخذة اكتر واكتر. والحوار بقى اغرب واغرب بشكله الجديد اللي بدأ يظهر بيه مع مستر بيست في كل فيديوهاته. بدأت الناس تلاحظ أكتر وأكتر من شوية الفيديوهات اللي بقى يعملها، غير شوية تيك توكات طلعت عليه وأشاعت عليه إنه بقى ألوان. بعدها كريس نشر تغريدة وبيقول إنه حاول يقول للناس إنه لا مؤاخذة وهو عنده 16 سنة، بس آرائهم كانت سلبية جدا. بدأت تعليقات الناس تتوجه ناحية مراته وابنه اللي سابهم. ولو جينا على الانستجرام بتاع كريس هنلاحظ إن دي آخر صورة لكريس مع مراته، وبعدها مراته اختفت من كل الصور، والناس لاحظت ان خلع دبلة الجواز في اول بوست نشره وهو حاطط مونيكير. ووضح كريس في تغريدة ان هو ومراته انفصلوا من فترة قصيرة. بعدها نشر كريس تغريدة بيقول فيها انه هيوقف سوشيال ميديا شوية، وكان المتوقع انه هيحاول يرجع زي ما كان في الاول، لكن الصدمة انه رجع العكس تماما ولا مؤاخذة اكتر واكتر. ويعلن في تغريدة انه كان بيعمل HRT من شهرين، وعلى حسب جوجل HRT هو عملية تغيير الجسم عن طريق ضخ هرمونات الإناث زي الأستروجين كده في الجسم، فالجسم يتغير بقى وانت عارف. ونشر تغريدة تاني بيقول فيها إن ال HRT أنقذ حياته وأنقذ حياة ناس كتير، وإن الناس لازم تاخد القرارات اللي عايزاها بخصوص شكل أجسامها. ورد عليه مستر بيست وصاحب مستر بيست التاني كارل على إنهم بيدعموه يعني وكده، وبس هو مستر بيست لازم يزج الدنيا علشان ما يتكنسلش، وهوضح لكم موقف مستر بيست بعد شوية. وأخيرا حد عاقل نشر تغريدة وقال فيها إن في ولاد أحيانا مش بيطيقوا يبصوا في وش أبوهم، ورد عليه كريس بإن ده كله مباح الكلاب اللي بيحصل لما حد يعلن تحوله، وإن ابنه بيحبه وبلا بلا بلا. وتابعها بتغريدة تاني بيقول فيها إنه عارف إنه هيكون أب عظيم جدا، وطبعا خد شوية تطبيل يعني. وبدأ تأثير كريس يظهر على قنوات مستر بيست، واللي مش فاهم ليه مستر بيست هو اللي هيتضرر من الموضوع ده كله فخليني أوضح لك. مستر بيست ما عندوش اختيار في صالحه، إما إنه ما يطلعش مع كريس تاني، وفي الحالة دي هيتم كنسلة مستر بيست من شعب الألوان، وهيطلعوا عليه حملة ويطالبوا بإيقافه. ولو كريس فضل معاه فالقناة تتضرر، بالنسبة لأن معظم مشتركين القناة أطفال، فاللي هيتابعوا مستر بيست مش هيتابعوه تاني لأن أولياء أمورهم مش يرضوا بكده، فخلاص هو مستر بيست اتزنق كده. وفي الحقيقة كريس طلع هو الخازوق الحقيقي اللي في حياة مستر بيست، وكثير من الأجانب بيقولوا إن مستر بيست هيرجع بسبب كريس، وإن خلاص قناته هتموت وكده. نرجع للحكاية. في فيديو نشره مستر بيست فتح 1000 رسمة من المتابعين، كريس كان لابس فيه لبس البسكليتات، وعلق واحد قائلا إنه أول مرة يشوف مستر بيست محبط وزعلان بالشكل ده. وفي الفيديو ده بدأ كريس يعمل حركات كرنجية، ومستر بيست قاعد يسلك طول الحلقة، وتحس إن هو كان ما يبتسم غصب عنه أو هو ما يزج الدنيا فعلا. Oh my God, Jimmy, look, they drew you. Jimmy, they drew you so well. It looks just like you. Oh, yes. Oh my God, it's Jimmy. How did fan art? This is what we were looking for. Be brave, be honest, be kind. Mr. Beast. That is my tag. وفي لقطة في الفيديو ده قاعد كريس يجامل مستر بيست وكارل ويقول لهم تيشيرتكم جميل، ومستر بيست كان حاسس بالغرابة جدا. ولأي حد منكم شاف أي مقطع لمستر بيست هيشوف إن الرياكشن ده من مستر بيست مش بيطلع بالساهل. أصلا أنا أول مرة أشوفه ما يكشف في فيديوهاته يا جدعان. Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Hey, nice shirt. Thanks, dude. Nice shirt. Thanks.
Nice shirt. Nice shoes. وبدأت اللقطات الغريبة في الفيديو ده تنتشر وخدت فوق 100 مليون مشاهدة. والسؤال الوقت هو، هل الناس هتتعود على شكل كريس وهو بالشكل ده، ولا هي هتكون سقطة مستر بيست فعلا؟ مش قادر يتكلم لأنه لو اتكلم هيتكنسل. مستر بيست فقط يحاول أن يبتسم بكل ما يملك. أعتقد أن مستر بيست في موقف لا يمكن الهروب منه، لأنه لو ساب كريس هيتكنسل، ولو ما سابوهش القناة هتموت للأبد. وأنا عايز أسمع رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك. أنا تعبت جدا على الحلقة، أتمنى تقدروها، وسلام.